سلام سلام صافا لاباس عليكم كلشي مزيان ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، فرحت بزاف حيت عجبتكم لا فيديو ديال لوحة اهداف 2026. ان شاء الله تكون فادتكم وتكونوا عرفتوا تنظموا الاهداف ديالكم وترتبوهم. هاد لا فيديو هذا عرفتوا شحال هو كيتطلب مني، راه في كل بوست كنحط كنشوف كومونتير وميمة عافاك عاودي لنا القصه ديالك مع سوره البقره، عاودي لنا القصه ديالك مع سوره البقره. كنقول عندك نطلع نهضر على القصه ديالي، يقولوا هادي راه متدينه وكذا، وانا راه كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات مكنبغيش تلصق ليا شي تيكي ديال شي حاجه. انا من اكبر الخطائين، الله يسمح ليا ويغفر ليا، كاملين كنخطئوا. جيت نعاود لك ليستوار ديالي مع سوره البقره حيت انا متاكده 100% انها غادي تفيدك. انا متاكده 100% ان القصه ديالي غادي تلهمك، وان القصه ديالي غادي تكون بحال الدواء ولا بحال الجبر الالم ديال البنات اللي تالفين ودايخين وما عارفين ما يديروا. ولا القصه ديالي تقدر تقيسك بشي حاجه، حيت انا ما غنجيش ما غنعاودش لكم غير السلام عليكم انا قريت سوره البقره اش درت ليا. غنعاود لك ليستوار كيفاش بدات. كنت كنتخيل ان الصوره ممكن انها تبدل حياتي وترجع لي الامل في واحد المرحله اللي كنت كنحس بها بالضياع وبالخوف والاكتئاب والمرض اللي كنت ساده فيه على راسي. بدات القصه ديالي في 2023. عرفتوا يا ربي ما نبكيش، انا كنعاود لكم قصه فهمتوا ديالي، داكشي علاش راني متاثره ديال بصح وقلبي فيه واحد الحزن ما يمكنش. حاولت نخرج على برا باش الجو يعطيكم طاقه ايجابيه حيت الجو زوين، واخا راه سخون عرفتوا راه انا كنعرق دابا. ما علينا نكمل لكم. عمري ما كنت كتخيل ان صوره واحده ممكن انها تبدل حياتي، هي صوره البقره، وترجع لي الامل في واحد المرحله اللي كنت كنفكر فيها في الانتحار، وكنت عندي اكتئاب حاد. واحد المرحله اللي كانت كلها ضياع وخوف. 2023 كانت دازت عليا صعيبه في البدايه ديالها، لدرجه صافي قلت كاع البيبان تسدوا ومبقاتش عندي كاع الامل في الحياه وفي كل شيء. طفى ليا الشغف والحماس وطفات الدنيا في عينيا، ما بقيت كنشوف حتى شي نعمه قدامي. سبحان الله العظيم دخلت في اكتئاب حاد ووليت ما كنخرجش من بيتي و3 شهور تقريبا وانا كنبغي غير الظلام ونبكي ونشكي وربي اللي عالم بيا. كان كيسحب لي بلي عندي مرض نفسي، مشيت لجأت للطب النفس، خديت الدواء، قال لي الطبيب بلي عندك اكتئاب حاد في المرحله ديالو الصعيبه. وكنت كنشك بلي عندي ثنائي القطب، ولكن القصه ما كانش هكا. ما كانش عندي مرض نفسي بالخصوص، كان عندي مرض روحي، كان عندي سحر في ديك الوقيته ولكن ما كنتش عارفاها. حتى غدوز واحد المده عاد غنعرف باللي انا راه عندي سحر. غيجيو عندي والديا، سبحان الله غدا القصه بحال هكا، غيجيو عندي والديا لكازا وغادي تشوفني ماما في هذيك الحاله وغادي تقول لي بلي راه خاصك الرقيه ونديك عند شي راقي، وتما عاد نعرف العالم ديال الرقيه والعالم ديال الجن والسحر وهادشي كامل. سبحان الله العظيم بصح جابت لي واحد السيده وبدات كترقي عليا وانا نطيح تسرعت وبديت كنهضر وبزاف د الحوايج. صافي دخلت في واحد الدوامه الله سبحانه وتعالى اللي عالم بها، ديال كنقول واش عندي انفصام في الشخصيه، كيفاش انا كنهضر بهذا الصوت، كيفاش انا كنطيح، كيفاش انا واقع ليا هكا. صافي وقع ليا واحد النسيان، نكران دات سميتي وليت كنساها. عائلتي ما بقيتش كنعرفهم، ولاو كيوقعوا ليا شي حوايج خايبين، ما كنعس، ما بقيتش بحال الناس العاديين. وليت كنقول علاش انا، واش انا الوحيده اللي كيوقع ليا بحال هادشي. وفي ظل الازمه شوفوا فاش تشد عليكم كاع البيبان فاش يتسدوا، عرفوا الله سبحانه وتعالى مور هذيك الازمه ان مع العسر يسر. مور هذيك الازمه عرفي سيدي ربي راه غادي يفتحها لك واحد، غيفتح في وجهك واحد الفتح عظيم، حتى كتقولي صافي تسدات، صافي قلت صافي مشات حياتي ونسيت انا راسي وغرقت في المرض الروحي والمرض النفسي، وغرقت ديال بصح حتى الودنيه والوسواس القهري ديال الموت كان كيشدني وكنبقى خايفه وكنقول انا اللي غنموت غيبقى لي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تما في هذه الوقيته هذه غادي نكتشف هذا السر العظيم، هذا المفتاح العظيم اللي هو سورة البقرة. غنولي كنوض الفجر وكنقرا سورة البقرة يوميا.
اسحب لكم سهله انك تجي وتقراي سوره البقره، لا ما سهلاش، سيرتو على الناس، سيرتو الناس اللي فيهم مس او فيهم سحر كتجيهم صعيبه. انت كتبغي تقراي سوره البقره عاد كيجيوك هموم الدنيا والدين ولي زابيل اللي ما عمرهم جاوك، لي ميساج اللي ما عمرهم جاوك، والمشاكل اللي ما عمرهم جاوك، كلشي كيطيح عليك دقه واحده. ولكن انت ما خاصكش تستسلمي، خاصك تكملي، حيت الشياطين ما كيبغيوكش تقرايها، حيت ماشي لصالحهم، حيت هي حصن كبير كتحصنك من العين، من السحر، من المس، من كل شيء، وكتفتح لك فتوحات عظيمه. شوفوا سوره البقره قسما بالله كتغير الانسان حياته. انا شي حوايج كنت كنقول عمرني غادي نديرهم، شي حوايج كنت كنقول عمرني غادي نوصل ليهم، غير هاد التليفون اللي حاطه قدامي وهاد الجلسه اللي جالسه وهاد الدوله اللي انا فيها وهاد البلاصه اللي انا فيها. كون جيتي عندي في 2022 2021 غنقول لك لا مستحيل، ولكن الله كيقول كن فيكون. الله سبحانه وتعالى بده المستحيل، بده الخيرات، خاصنا غير حنا ندقوا الباب، وخاصك غير انت تلقاي الساروت. والساروت راه جيت باش نقول لك بهذا الفيديو، هذا الفيديو راه ما طلعش لك صدفه، وهذا الفيديو راه ما كتفرجيش فيه صدفه، بالعكس هذا الفيديو راه هو البدايه ديالك باش تكوني امراه عظيمه، باش تبدلي حياتك كاريمون من جديد، من الزيرو. بديت كنقرا سوره البقره لمده تقريبا كثار من شهرين، ماشي غادي تقرايها من اليوم، غادي هذيك العصا السحريه نقرا سوره البقره في الصباح، سيدي ربي في العشيه نزل عليا 10 المليون. ما كايناش هاد الهضره، خاصك المداومه على اي حاجه في هاد الحياه كتداومي عليها كتلقاي نتيجه، خاصك تداومي عليها على الاقل. كلشي كيقول لك 40 يوم، من انت قرايه حياتك كامله خاسره، لقيتي واحد المفتاح واحد الساروت، هو الشيطان كيعجزنا. انا براسي اللي نقول لكم زعما هاد الهضره، راه حتى انا كنعجز، وحتى انا كتلفني الدنيا، وحتى انا كتفتني الدنيا، وحتى انا كديني، ولكن بداي الله يرحم لك الوالدين، بداي هاد الفيديو هذا من هنايا غادي تبداي. عرفتوا صوتي كنحس به ثقيل، وكنحس براسي مخنوقه وانا كنقول لكم هذا الشيء، حيت فريمون كنستحضر داك الشيء القديم كيضرني في خاطري. فسمحوا لي على الطاقه اللي غتبان لكم بحال هكا، وسمحوا لي على التعابير ديال الوجه ديالي، راه حابسه البكيه هنايا. بديت كنقرا سوره البقره تقريبا شي مده ديال اكثر من 40 يوم كيف قلت لكم، وكنت كندعي الله بزاف، كنت كنقلب على اوقات الاستجابه، وكنجلس وكنبقى نبكي وكنبقى ندعي يا ربي تشافيني، يا ربي تخرجني من هادشي اللي انا فيه، يا ربي. المهم جميع الادعيه، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما يمكنش شحال كنت كنبقى ندعي وكنبقى نبكي على الله سبحانه وتعالى. وسيد ربي 2023 ما نقولش لكم تشافيت من الماس والسحر ومن داك المرض الروحي 100% او المرض النفسي 100%، ولكن سيدي ربي رجع لي الامل في الحياه، رجع لي الامل في الحياه. عرفتوا في ديك الوقيته اللي مرضت وشدت بيا ديال بصح، كان عندي بزاف ديال لي شارج، كنت هازه المسؤوليه بوحديتي، وكنت كنقول انا لا مرضت وشديت الفراش شنو غادي يوقع ليا، صافي حياتي غادي تدمر، غيوقع ليا. ولكن انت كتقولي الله سبحانه وتعالى كيقول شوفي ارخيها، صحتك هي الاولى وراسك هو الاول. سبحان الله العظيم، مني طحت ومرضت الامور كامله مشات، وانا كنت شادها منين تقالت، بقيت شدها منين تقالت، شدها منين خفافت، حيت الله سبحانه وتعالى حنا كنهزو الهم من الرزق وكنهزو الهم الغدا، ولكن ربي راه كاتب لك حياتك من نهار خلقيتي، داكشي اللي مكتب لك راه هو اللي غادي يجيك. كيفاش بديتي سوره البقره؟ كنت كنقرا كنصلي الفجر، ومورا صلاه الفجر كنقراها. سبحان الله العظيم في الاول كانت كتجيني ثقيله، شويه بشويه بديت كنولف، شويه بشويه وليت كنقراها. كنت كنقراها في ساعه ونص، شويه وليت نقراها في ساعه، شويه ما شاء الله وليت كنقراها في 45 دقيقه، 38 دقيقه، 35 دقيقه. المره الاولى كتقريها بتدبر، مره واحده الثانيه كتقريها غير باش تقراي، المره الثالثه كتقريها وتسهاي وانت غاده، والله سبحانه وتعالى كييسر لك غير النيه. كل مره فيما تبغي تقراي سوره البقره جدي النيه ديال داك المشكل اولا ديال داك الشيء اللي بغيتي سيدي ربي يحلو لك، حيت فيما كنقراوها سبحان الله العظيم راه قلت لكم هي بحال شي مفتاح، شي باب كيكون فيه الخمله وفيه الخبره ومصدي ومسدود وما كيتحلش، كتقولي صافي هذاك الباب راه ما عمره ما غادي يتحل. سوره البقره كتجي
الله سبحانه وتعالى فاش كتقرايها كيعطيك السارود ديال هذاك الباب وكتمشي تحليه، كتبداي تحلمي شي احلام اللي ما عمرك حلمتيهم، كتبداي تشوفي دوك الناس اللي مآدينك، وكتبداي سيدي ربي كيفتح لك البصيره ديالك وكيفتح لك قلبك وكيفتح لك دماغك وكترجعي ذكيه ونشيطه وكترجع فيك الحياه. الناس اللي مرضين اي مرض نفسي او لا اي مرض روحي، شوفوا عافاكم قراو سوره البقره، ردوا عليا في هذا الفيديو هذا، سيروا قراوها وبغيتكم ترجعوا وتكتبوا لي في لي كومونتير باش حسيتوا وشنو الفرق اللي ولا في حياتكم. والله انا كنت كنقول صافي والحياه وقفات، انا كنفكر في الانتحار، انا ما عندي زهر مع الوالدين، ما عندي زهر مع الخوت، ما عندي زهر مع الصحاب، ما عندي زهر، صافي كنت كنقول ما عندي زهر في الدنيا كامله، صافي حياتي وقفات. عافاك يا سيدي ربي، علاش انا يوقع لي بحال هكا، علاش انا ما عنديش الزهر، وعلاش انا. ولكن سيدي ربي كيجيب لك سوره البقره كتطبطب على قلبك وكتقول لك بكل ايه فيها بالقصص اللي فيها، ما شاء الله فيها بزاف ديال القصص، وقلبوا حتى على التفسير ديالها، غادي يعجبكم بزاف وغتوليو كتقراوها وانتم عارفين شنو كتقراو، كفاهمين دوك القصص والاحداث ديال سوره البقره. سبحان الله العظيم، الله يجبر بقلبكم وبخاطركم ان شاء الله. بعد هذا المرض وهذا الشيء كامل اللي عاودت لكم، الله سبحانه وتعالى في 2023 بديت البيزنس ديالي، بديت الخدمه ديالي، بديت البراند ديالي اللي هي نيلي كوليكشن. اللي ما عارفينش عندي براند ديال الحوايج، تما فوقاش بديتها وحتى شي واحد ما امن بيا، كلشي كان كيقول لي سيري اميمه. انا مع الدومين ديالي كنت كنخدم في البصريات في لي زوبتيك هكا، كنبيع الزاج والكوادر وداكشي كامل، واحد الصالير ديال 2000 درهم 2500 درهم. كلشي كان كيقول لي لا سيري قلبك على شي اوبتيك، ماما كلشي كاع الناس اللي دايرين بيا عندك صالير فيكس، وهذيك 2000 درهم ولا 2500 درهم ما دايره ليا والو، انا كاريه ب 1800 درهم وعندي لا شارج وعندي بزاف ديال الصير، ما دايره ليا حتى شي حاجه. وقفت داكشي كامل، بديت البيزنس ديالي، الله سبحانه وتعالى يسر ليا وسهل ليا، وراه شفت العجب، قسما بالله الا شفت العجب. وفي 2023 البدايات ديالها كنت كنقول حياه وقفات. في الصيف ديال 2023 شهر 9 رزقني الله بعمره، من مورا من البيزنس ديالي تحرك، ومن مورا ما وقفت على رجلي كان النذر ديالي سيدي ربي نهار اللي غادي تسهل عليا والفلوس اللي غادي ندخل من هذا البيزنس هذا ضروري غادي ندير به اول حاجه اللي هي عمره، باش نشكر سيدي ربي على الفتوحات اللي فتح عليا. وكنت كندعي بيقين كنقول هذا الشيء وانا ما عندي في جيبي حتى شي درهم ديك الساعه، وفاش سيدي ربي حقق لي داك الشيء، وكان واحد المدخول اللي ما شاء الله تبارك الرحمن اللي في حياتي كامله. قبل واخا تقولي لي امي واش غتدخلي هاد الفلوس هذا، نقول لكم لا، ما نفوتش واحد المبلغ، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح عليا واحد الفتوحات كبيره بزاف، وعسى سيدي ربي يفتح عليك حتى انت اللي كتشوفي في هذا الفيديو. من مورا ما تيسرات ليا في البيزنس ديالي مشيت درت عمره، وكانت اول خرجه ليا برا المغرب، كنت هضرت لكم عليها في الفيديو اللي فات، وسيدي ربي جبار قلبي. عرفتوا فاش مشيت للعمره وشفت الكعبه كامله كندرات، شوفوا بقيت كنبكي. جاني في ديك الوقيته، ولكن راه بقيت كنبكي عرفتي البكا اللي ما بكيتو في حياتي كامله، بكيتو امام الكعبه وانا كنطوف بحال ما متيقاش، بحال مصدومه، بحال كنقول لسيدي ربي انا جيت لعندك، انت عيطتي ليا وانا جيت لعندك، هافاك سيدي ربي ما تردنيش وما تخيبنيش. ودعيت بزاف. كنقولش لكم هادشي راه موراها صافي، دابا راه حياتي ورديه وحياتي زوينه وبيرفكت وكلشي فيها واعر وكلشي فيها واو، راني كنعيش الاحلام ديالي الحمد لله، كنعيش بعض من الاحلام ديالي، ولكن راه الابتلاءات عمرها ما كتوقف. لكن انتي في شي ابتلاء الله سبحانه وتعالى كيبغيك، داكشي علاش كيبتليك الله سبحانه وتعالى، كيبتلي غير احب العباد اليه. عمر الابتلاء ما كيوقف، كل عام كل شويه حتى كتقولي صافي راه نجيت. عرفتوا واش كاينه دابا كاين السنسيت شفتو وصلتي هنا. بغيت نقول لك باللي راه الله ما غينساكش، حتى الا بانت لك الطريق طويله بزاف، وماشي كل تاخير خساره، بالعكس
يقدر يكون هذاك التاخير ربح لك. الابتلاء كيصفي القلب قبل ما يفرحه. خلي يقينك كبر من المخاوف ديالك. ديما خلي يقينك في الله سبحانه وتعالى، ودعي دعي 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 ديما بيقين، والجواب راه جاي في التوقيت اللي فيه خير ليك. وشنو اللي تعلمت من هاد الابتلاءات اللي وقعوا ليا؟ الابتلاء ما كيجيش باش يكسرنا، كيجي باش يعرفنا اكثر بالله سبحانه وتعالى، وباش يعرفنا براسنا، وباش يقربنا من الله اكثر. ما كيجيش الابتلاء باش يكسرنا ويهرسنا. في الابتلاء كيتعرى القلب وكطيح الاقنعه ديال الناس اللي دايرين بك، وكتعرف شكون اللي معاك من شكون اللي ضدك، وكيبان الصدق الحقيقي ديال الدعاء وديال اليقين ديالك بالله سبحانه وتعالى بلي قادر يبدل حالك. ممكن يجينا بعض المرات الابتلاء قاسي وصعيب، لكن في العمق ديالو رحمه مخبيه. ديما كنقولها، ان مع العسر يسر. مع العسر كاين واحد اليسر خفي، التمسوه باش تقدروا تكملوا في هذه الحياه. فهذه هي اكثر حاجه انا كنامن بها وعايشه بها حياتي ومكمله بها في الدنيا اللي كلها صعيبه. راه حتى شي واحد ما ساهله عليه الدنيا، راه حتى شي واحد ما مرتاح، راه حتى شي واحد ما فرحان. في عمق الابتلاء رحمه مخبيه وتهيئه الحاجات حسان بزاف. مازال ما جا وقتها. كنتي دابا في ابتلاء، صبري واحتسبي امرك الله سبحانه وتعالى. راه ماشي علامه رفض من الله، راه ماشي حيت ما كيبغيك السيد ربي، راه ماشي حيت السيد ربي ما بغاش يفرحك. ديما كنقولها، هذه راه علامه حب من الله سبحانه وتعالى انك كتبتلاي. الله سبحانه وتعالى ما كيبتاليش اي واحد، كيبتالي احب العباد اليه. والله ما كيمتحنش قلب الانسان الا هو عارف انه قادر يتحمل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذيك هي السعه ديال التحمل ديالك. فداك الشيء علاش سيد ربي كل واحد كيعطيه القدر ديال التحمل ديالو. الابتلاءات ديالو اللي عطاهم لي سيد ربي حيت عرفني انا قاده نهزهم. الابتلاءات ديال فلانه عطاها لها سيد ربي حيت عارف سيد ربي هذاك هي السعه ديال التحمل ديالها. وفلان وعلان وفلانه وفلانه، كل واحد في هذه الحياه الله سبحانه وتعالى كيمتحنه على قدر السعه ديال التحمل ديالو. كيقول الله سبحانه وتعالى: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ماشي كل تاخير شر، وماشي كل ابتلاء عقاب. بعض المرات كيكون اختيار رباني باش يقربك ليه ويهيئك للخير اعظم. توكلي على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وخلي يقينك ثابت. حيت الدعاء الله سبحانه وتعالى ما كيضيعوش. دمعه لا طاحت من عينك الله سبحانه وتعالى كيحتسبها، والله سبحانه وتعالى كيشوفها. وديما تفكري ان الله لطيف بعباده، حتى في الاشياء اللي ما كنفهموهاش دابا. هذا الفيديو لمس قلبك، وحاولت نعاود لكم باختصار، حيت لا جيت نبقى نعاود لكم ما غنساليش. قصه طويله، وجيت في هذه القناه هذه نختصر لك داكشي اللي علمتني الحياه وداكشي اللي استفدت منه. الفيديوهات اللي جايين قوى بزاف وفيهم بزاف ديال الفائده، وان شاء الله نكون فدتك وقصت قلبك وتكون شي حاجه في القصه ديالي لامست قلبك، وشي حاجه اللي غادي تعاونك، وشي حاجه اللي غادي تجدد الشغف ديالك وتجدد الحب ديالك في الحياه. عاودت لكم قصتي مع سوره البقره بكل صدق وباختصار بزاف بزاف. ما تنسايش تخلي لي لايك وكومونتير باش نزيد نتشجع انني نصور لكم بزاف ديال لي فيديو، وتبارطاجي لا فيديو مع صحاباتك، وتبارطاجي في لي ريزو سوسيو ديالك. تابعوني في انستغرام، تيك توك، يوتيوب. عندي حسابات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اكتبوا لي في لي كومونتير شنو المواضيع الجايه اللي بغيتوني نهضر عليهم، وانا غنختار من لي كومونتير موضوع اخر اللي نهضر عليه في الفيديو الجاي، كيف ما اختاريت هذا الموضوع من لي كومونتير ديالكم. تهلاو في راسكم، سلامه.